السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم حال. وحشتوني والله كتير قوي قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على سيدنا محمد وتحطي لي اللايك يا قمر انت وهي، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، احنا كالعادة يعني آرائنا في الأكل بيبقى مختلف، تمام؟ يعني مع أسرتنا، مع أولادنا، مع يعني شوفوا انتوا في البيت بتبقوا عاملين ايه. يعني كلنا بنبقى متفقين على أكلة، وكلنا ساعات بنتعرض عليها. فبصراحة أنا كنت النهاردة قلت أعمل لهم رز وبطاطس، تمام؟ فأنا عندي فريق عايز رز وبطاطس، وفريق عايز ايه؟ كبد وقوانص. طبعا انا كنت لما الكبد والقوانص تلج تلج والله من التلاجة، مش من التلاجة بقى الفراخ اللي انا كنت دبحاها. بصوا ما شاء الله، بصوا الكبده طازه والله، يعني ما تفكروش حاجه. بصوا ما شاء الله، لا دام الكبده محمره معاكي كده ولونها وردي ما تقلقيش منها. بس هي بصراحه تلج، لان طبعا انتوا عارفين الجو ساقع مطلعاه من الفريزر. فزي ما انتوا شايفين كده، اراء عايزه رز وبطاطس. بصوا بعد ما خرطت البطاطس، وناس عايزه كبد وقوانص برضو، كنت محضره الحاجه بتاعت الايه، كبد والقوانص، وادي بصلايه. طب احنا نعمل ايه بقى في المشكله دي؟ فيا ريت حد يقول لي انا اعمل ايه فيها دلوقتي، لان انا محتاره بصراحه. والمغرب اذنت مبقتش عارفه اعمل ايه. فبصراحه انا قلت ايه، هضرب عصفورين بحجر. هنعمل ايه؟ هنعمل الوصفه دي جميله جدا والله العظيم. تعملي جنبيها شويه مكرونه، شويه رز ابيض بالسمنه، او شويه رز بشعريه، او حسب ما انت عايزه تحمري بطاطس. بس انا هدمج الاكلتين، يعني الوصفتين في وصفه واحده. خليكي معايا بس الفيديو كده، وما تقلبش الفيديو امر منك. لا تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا مخرطه بطاطس على ان انا هطبخها زي ما انت عارفه كده، قطع سميكه شويه اكنك هتعملها زي القلقاس، تمام؟ ومخرطه برضو فلفل وطماطم، فلفل حراق وفلفل رومي، ماشي. البصليه زي ما هي معايا، تمام. وهنا ايه الكبده بتاعتنا. بص بقى يا قمر انت وهي، اما تيجي تعملي كبد وقوانص هقولك على طريقه جميله. بصي، عايزه تاكليها بعيش، عايزه تاكليها برز، بصراحه الطريقه دي جميله جدا جدا. فانا هغسل الكبد والقوانص. طبعا بتتغسل، عشان في ناس بتقول ما بتتغسلش، لا بتتغسل. الكبده الثانيه بس اللي هي البلدي اللي ما بتتغسلش. فانا هغسلها زي ما انتم شايفين كده، ونرجع نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده غسلتها مرة واتنين وتلاتة، وعصرت عليها ليمون وفي الدقيق وايه، وقلت اما ايه، اما اسيبها بقى ايه تصفي ايه الدم بتاعها في الطبق ده. زي ما انتم شايفين كده. بصوا، عايزه تقطعي الكبده قطعي، بس انا بصراحه اخليها كده اهو، ما بحبش اقطعها. الكلام ده لو هاكلها بعيش هقطعها، تمام. لكن انا هعمل شويه رز جنبيها، يعني ايه زي وجبه كده. طبعا انتوا عارفين ان احنا في شتاء، فيعني العيش دوت يعني ما بيشبعش زي الرز، تمام. فانا ايه بحب الرز، يعني لو بعيش بقى تبقى ايه، يعني مثلا حمر بطاطس. لكن انا عن نفسي هكتفي بالرز وخلاص. هنا بقى حطيتي زيت، حطيتي سمنه، اللي انت عايزاه. انا عن نفسي هحط زيت، لان الكبد والقوانص يعني يعتبر ان هي ايه، فيها نسبه دسم. فانا هكتفي بالايه، بالزيت بس. اشوح بس البصلات كده اهو. بصوا بقى، شوحنا البصلايه، ادينا يعني تشويحه بسيطه. هنا فلفل اسمر وملح، تمام، عشان خاطر الكبد بتاعتنا اول ما ننزلها تبقى ايه ريحتها حلوه كده، ومبقاش فيها ريحه ايه اي زفاره خالص. طبعا لسه هنحط التوابل بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى ايه بالكبد والقوانص كده، تاخد صدمه. اذا ما انتوا ايه حابين عايزين تقطعوها قطعوها، عايزين تعملوها سليمه زي، بس السليمه دي زي ما انا قلت لكم كده، لو انتوا هتاكلوها برز. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انتوا عارفين لما بنيجي نفتح الفراخ عندنا، يعني لما ربنا بيطعمنا فيهم كده وبيكبروا، بطلع يعني ايه كذا وجبه منها، بانيه، كبد وقوانص، بعمل منها حاجات كتيره يعني. وساعات بخلي فراخ ايه يعني سليمه كده للشوي، وساعات بقطعها برضو يعني اشويها. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، طبعا بدأ لونها يتغير، تمام، زيها زي اي كبده عادي بتعملها. طبعا هنزل انا بقى ايه بالخضار ده اهو. طبعا احنا حاطين فلفل اسمر وحاطين ملح، يعني ايه مش هنحط ملح تاني بقى الا لما نشوفها ايه محتاجه ملح ولا لا.
احط بقى البهارات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده حبيبه قلبي منك ليها. طبعا انا هحط بطاطس بس بعد الخطوه دي. طبعا هنا صلصه عندي عشان خاطر البطاطس. الصوص اللي هنا دوت يبقى كله احمر ويحطوه على الرز. طبعا جبت كيس صلصه لان انا الصلصه خلصانه عندي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم عشان تغير بس اللون، يبقى اللون احمر كده وشكله جميل كده. طبعا ما اقولكوش على الريحه والله العظيم كده حاجه زي العسل. جربيها بس حتى تنوعي في الاكلات. يعني دي وصفه بسيطه تعمليها في وسط الاسبوع او في اول الاسبوع او زي ما انت حابه. انزل بقى بالبطاطس بتاعتنا. طبعا احنا متفقين ان احنا هناكلها برز، ولو عايزاها بعيش ماشي، ما يضرش. اقلبها. طبعا الكبد والقوانص هنا في المرحله دي بتكون استوت، يعني ومش فاضل الا البطاطس. عايزه تزودي بطاطس زودي زي ما انتم شايفين كده. تمام يا ست الكل منك ليها. هديها بقى انا قلبه كده، كنت موقفه بس عشان خاطر الدخانه. تمام. وهنا كنت عامله الرز كمان اهو. يبقى خلصنا اكلنا في اقل من الدقايق. بصوا شكلها تحفه ازاي، جميله. عايزه تحطي عليها رشه خضره حطي. طبعا انا هخلص، مش فاضل بس الا البطاطس اهو تستوي بس زي ما انا قلت لكم كده. خلاص كده بقى نغرف كده يكون خلصت معاكم الفيديو. جربوا الوصفه وان شاء الله والله هتعجبكم. واذا كان عجبكم الفيديو امر منك ليها ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. واللي لسه ما اشتركش فضلا وليس امرا يا ريت ينورني واشترك في القناه او ينضم لعيلتنا. اسيبها انا بقى تغلي غلوتين بس البطاطس. ما تخليهاش تتهري، خدي بالك لانك طبعا لو فاضت منك شويه هتضطري تسخني، فخليها تاخد قلب او قلبتين وطفي عليها. تمام. لان انت ما بتسيبيها بتستوي في قلب البخار، فعشان ما تتعجنش منك. بصوا ما شاء الله. بصوا الصوص عامل ازاي لما حطينا له الصلصه، حاجه كده والله العظيم. يعني كفايه شويه الصوص دول تنزلي عليهم على الرز والله العظيم. لو ما فيش حتى كبد وقوانص تبقى بص تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم بقى؟ بس حبايب قلبي استنيه بس اما الرز يستوي والبطاطس تستوي وهنطفي. طبعا مش هعرف اصور واحنا بناكل لان احنا مش هناكل دلوقتي. تمام. ف يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا باي مع السلامه. ما تنسوش. بصوا بقى انا قلت بما اني غرفت معاكم فانا لازم اوريكم الشكل النهائي. بصوا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا كده الصوص اهوت والبطاطس والكبد والقوانص، وقلنا نجيب شويه مخلل والرز اللي عملناه. بس يعني اكله بسيطه ومش مش مكلفه وباقل الامكانيات. يعني بدل ما نعملها بلحمه بنعملها بكبد وقوانص. شوفي ايه اللي متوفر عندك واعمليه. بس يا ست الكل انت وهي. يلا مع السلامه. باي باي. ما تنسونيش باللايك بقى.